لم يزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحرض الصديق ويذمره على عزل خالد عن الإمرة، ويقول: إن في سيفه لرهقا، قتل مالكا ونزى على امرأته، حتى بعث الصديق إلى خالد بن الوليد فقدم عليه المدينة وقد لبس عليه درعه التي من حديد، قد صدئ من كثرة الدماء، وغرز في عمامته النشاب المضمخ بالدماء. فلما دخل المسجد قام إليه عمر بن الخطاب فانتزع الأسهم من عمامة خالد فحطمها، وقال: أرياء قتلت امرأ مسلما ثم نزوت على امرأته، والله لأرجمنك بأحجارك. وخالد لا يكلمه، ولا يظن إلا أن رأي الصديق فيه كرأي عمر، حتى دخل على أبي بكر فاعتذر إليه فعذره وتجاوز عنه ما كان منه في ذلك. وروي أيضا أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث خالد إلى بني خزيمة فقتل أولئك الأسارى الذين قالوا صبأنا صبأنا، ولم يحسبوا أن يقولوا أسلمنا، فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد.